فاكر التغريدة دي بتاعت أكبر وأخطر مروج للفكر الإسلاموي في بريطانيا، روشان إم صالح. أي مجرمين أو بلطجية هناك بفكروا يستهدفوا المسلمين لازم يعرفوا إن المسلمين ليهم نفوذ كبير جدا في السجون البريطانية، فلو اتدنت بجريمة في احتمال كبير إنك تاخد عقوبة مزدوجة. فما تفكرش تنتقد المسلمين أو الإسلام، لأن لما تروح السجن إخواتنا هيبقوا مستنيينك هناك. وكان طبعا في فيديو لمحمد حجاب كان بيهدد فيه بشكل غير مباشر منتقدين الإسلام زيي. كان بيقول يعني كل مجتمع فيه عصابات وناس من العالم السفلي، والمسلمين عندهم ناس من النوع ده برضه. مش عارف، ممكن حد يجي ويهجم عليك لو انتقدت الإسلام؟ احنا مش بنقولهم يعملوا كده، بس ده اللي العصابات بتعمله. هما مش بيخافوا من القانون، هما بيقتلوا الناس، ناس عنيفة. فالمرة الجاية لما تنتقد الإسلام خلي بالك إن عندنا بلطجية برضو. ده اللي قاله محمد حجاب، بعدين مسح الفيديو ده كمان. ممكن يكون موجود في مكان ما بس أنا معرفتش ألاقيه. على فكرة روشن إم صالح مسح التغريدة دي كمان، بس مش قبل ما بعضنا ياخد سكرين شوت. شوف الراجل البريطاني ده وهو بيحكي لك إيه اللي بيحصل في السجون البريطانية. ناس كتير خصوصا اللي من اليسار الووك فعلا مش عندهم فكرة ايه اللي جاي لهم. عارف، انا مش راجل بيتكلم من بودكاست او عمود في جريدة، انا راجل فعلا شغال جوه نظام السجون. فخليني اقول لك بالضبط انا شايف ايه حاليا. النهارده بعض السجون اللي انا بشتغل فيها بقت دلوقتي 50% من اللي فيها اجانب، 28% منهم ما بيتكلموش انجليزي. دلوقتي المملكة المتحدة مش بتنشر احصائيات واضحة عن الجنسية والجرائم الجنسية، بس عدد كبير من الرجال اللي قابلتهم جوه السجن محبوسين بسبب الاغتصاب والاعتداء الجنسي. كتير من الرجال دول دمروا بطايق هويتهم وهم جايين هنا، فاحنا ما عندناش اي فكره هم مين فعلا او تاريخهم الاجرامي ايه. جزء كبير من الرجاله دول فعلا مش شايفين انهم عملوا حاجه غلط، عشان جايين من بلاد وثقافات فيها الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الستات مقبول اكثر بكثير. لا لا، الكلام ده مش مقبول هناك. انتوا لازم تبطلوا تقولوا ان الناس هتفتك بيهم هناك. دول هيتسلخوا وهم عايشين لو عملوا كده في ستاتهم هناك. هم بييجوا هنا وبيبصوا للستات الغربيات كأنهم قطعة لحمة. هم بيشوفوا الستات كأنهم بيعرضوا جسمهم. فمش فارقة كام مرة أنا وريتك كتير من الفيديوهات دي، هم بس بيقولوا ليه ما تخلينيش أجمعك. بصراحة ده أكتر واحد مناسب. خليني أوريك. ستايل الحياه مش كده، أنا قصدي. بس انا قصدي مهم جدا بالنسبه لي، لكن بس برضه ما ينفعش تفكر في شنطتي. كل واحد اللي مش دايما بيقول لا. دي واحدة ألمانية بتشرح له مفهوم الموافقة. هو بيقول أنا عندي احتياجات يا بنتي، عندي كذا، يلا اديني جنس، انتي شرموطة، انتي كفرة، انتي مش لابسة حجاب، اديني جنس. هو دي طريقتهم في التفكير. ده مو صادق. استخدم ده في حياتي. القلب ممكن يحل كل حاجه. ومش بتضايق. هي مضايقاني عشان مش راضية تنام معايا. هو لسه قايل لي انه عايز ينام معايا. ايوه انت كمان عايز تنام معايا، بس انا جيت هنا الاول. هو بيقول له انت كمان هتكون عايز تنام معاها، صح؟ ده اللي بيقوله للراجل الألماني. هما بيردوا عليه لا، استنى شوية، ده مش تصرفنا. فاهم؟ انت مش شايف الصورة الكبيرة. أهم نقطة في الموضوع كله هي موافقتها. موافقتها دي مهمة. هو بيرد موافقة إيه؟ إحنا ما عندناش حاجة اسمها موافقة، إحنا بنمسكهم ونعمل اللي إحنا عايزينه. فده إحساسهم، وده اللي كانوا بيعملوه على نطاق أنا شبهته بصناعة الاغتصاب في أوروبا. أنا بتكلم بجد. السياسيين الغربيين خلقوا صناعة اغتصاب وقدموا بناتهم ونسائهم لكل الرجالة الهيجانة اللي داخلين دول. بص على كل الرجالة دي مدينة سيوتا في إسبانيا، ولسه الموضوع مستمر على فكرة، لسه بيحصل. بص على كل الرجالة اللي داخلين. فين الستات والأطفال؟ مفيش ستات ولا أطفال. تفتكر لما يشوفوا ستات مش شبههم بيلاقوهم جذابين من الناحية الجمالية؟ في الحقيقة لا، الموضوع مش فارق. تتوقع هيعملوا إيه؟ عشان كده هم في السجن، مش عشان في بلدهم الاغتصاب مقبول. هو مش مقبول، هو مقبول مع الستات اللي شايفينهم مش محترمات. هم بيشوفوها كده، بيشوفوا فيه ست محترمة وست مش محترمة. وتعرفهم للست المحترمة إنها لابسة حجاب أو برقع. لو مش لابسة حجاب أو برقع تبقى شرموطة، ولو مش محترمة ليه ما تلبيش احتياجاتي. الموضوع بسيط كده. الرجاله دول مش ندمانين على اللي عملوه،
هم فعلا مؤمنين إن ده مسموح في تقاليدهم وثقافتهم. عبيد الجنس. حاليا ما فيش برنامج دمج من الحكومة البريطانية يعلمهم حاجة مختلفة، وده معناه كأن ده هينفع، لازم نبطل نقول كده برضه. يعني فيديوهات التدريب على منع التحرش الجنسي هتعمل حاجة، عارف إيه؟ في 2015 لما أنجيلا ميركل فتحت حدود أوروبا للرجال اللي جايين من العالم الثالث وعندهم رغبة جنسية، نفس السنة دي في 2015 معروفة، دور عليها، معروفة باسم حادثة الاعتداءات الجنسية في كولونيا. فالسيدات الألمانيات خرجوا زي كل سنة، كانوا بيخرجوا قبل كده، خرجوا يحتفلوا برأس السنة، وآلاف السيدات اتعرضوا لاعتداءات جنسية، وكلهم على يد رجال عرب، رجال بمظهر عربي. في الوقت ده لأن اليسار ما كانش عارف إيه اللي بيحصل، حتى البي بي سي غطت الموضوع، فبدأوا يدوا تدريبات. فبعد كده بدأوا يدولهم تدريبات زي يا جماعة ما تلمسوش الستات من غير موافقتهم، وكأن ده هيشتغل. في الحقيقة هنلاقي لو في، أيوة دي هي، وكأن ده فعلا حل. هو ده اللي انت عايزه؟ هو ده اللي انت عايزه؟ وكأن ده هيشتغل، ماشي. ما تلمسنيش هناك، دي المنطقة الممنوعة بتاعتي. بس على الراجل اللي ورا ده. ما تلمسنيش هناك، دي المنطقة الممنوعة بتاعتي. واضح ان حصل في فنلندا او حاجة زي كده، يعني انت عارف. انت فاكر ان التدريبات دي تدريبات مكافحة التحرش هتنفع مع الناس دي؟ مش هتنفع. الجمعية الخيرية دلوقتي مضطرة تعمل الشغل ده بدلهم جوه السجون، وده معناه إن ملايين من فلوس دافعي الضرائب بتتصرف علشان تعلم الأجانب القيم الإنسانية الأساسية وإزاي يتكلموا إنجليزي. ومش بس كده، السجون دي زحمة لدرجة إنهم فعلا بيطلعوا مجرمين جنسيين عنيفين ومتحرشين بالأطفال. أيوة، ده اللي بيحصل، هم بيطلعوا المجرمين الجنسيين المدانين بدري علشان ما فيش أماكن فاضية في السجون. ودلوقتي هما بيجيبوا الناس دول من الثقافات دي، يعني زنازين السجون عندكم مليانة على الآخر. المشكلة دي ما كانتش موجودة من 15 سنة. الحاجات دي ناس كتير من اليسار مش شايفينها علشان هم عايشين في أماكن بعيدة تماما عن الأماكن اللي فيها المشاكل دي. بس خليني أقدم الشريط 10 سنين قدام. يلا نقدم المجتمع حيبقى عامل إزاي بعد 10 سنين لو ما فيش حاجة اتغيرت. مين اللي حيدفع الثمن لو فيه مجرمين جنسيين الكل. أكتر في الشوارع؟ حيكونوا الستات والأطفال. هما كده فعلا. دلوقتي كنت أتمنى أني ما أتكلمش عن الحاجات دي على صفحتي، بس دي حاجات أنا بشوفها كل أسبوع بعيني. وأكثر حاجة صدمتني أن حسب اليسار الووك، لما وقفت على مسرح تيدكس وتكلمت عن إصلاح السجون وأهمية اللطف، كنت بالنسبة لهم بطل. بس أول ما بدأت أتكلم عن الواقع اللي أنا شايفه في السجون بقيت شرير ولازم يتم نبذ. الراجل اللي كان واقف على مسرح تيدكس ده لسه أنا لسه مايكل ماسي، مؤلف كتاب يونغ أوفندر. بقالي 18 سنة مبطل، ولسه بشغل الجمعية الخيرية، ولسه مؤمن باللطف وإصلاح السجون، ولسه راجل عيلة، ولا حاجة من ده تغيرت. يا رب. بس هو مش عنده هوس بالانتحار زي اليسار. وبدعي إننا نقدر نتجمع ونصحى عشان خاطر الستات والبنات الصغيرين. أيوة، بس عارف مين اللي بيجيبهم؟ مين اللي عامل كل الفوضى دي؟ ده هو وش اليسار الحديث. دول الناس اللي بيجيبوا الرجالة المهاجرين الأجانب الهيجانين والستات المجانين دول. وبعدين عارف إيه، كتير منهم فعلا بيظهروا في الأخبار. الست دي كانت عاملة إغاثة واتقتلت على إيد أفغاني وجثتها اتحطت في شنطة سفر. ده اللي بيعملوه في الشارع. بص على ده. ده حصل في فرنسا. بص على ده. بص على العقلية دي. بسكينة كبيرة بيهجم على الناس وبيطعنهم. بص على ده. راجل أفغاني اتحكم عليه ب7 سنين سجن عشان اغتصب ست، وأفغاني تاني اغتصب بنت. 12 و2 بنات مراهقات كلهم أفغان. ده بيحصل فعلا زي ما قلت. السياسيين الغربيين خلقوا منظومة للاغتصاب. الرجالة دي جاية هنا فعلا من غير مبالغة. الكلام ده اتقال واتبلغ عنه كذا مرة. عارف مهربي البشر، أو يعني المهاجرين دول اللي بيتحطوا في الفنادق دي، بيعملوا فيديوهات على تيك توك وبيقولوا شوفوا الحياة هنا عاملة ازاي حلوة، وبيصوروا ستات غربيات عاديين في المولات أو في شوارع التسوق الرئيسية أو أي مكان. عشان كده فعلا
شوارع تسوق الرئيسية كمان بتنهار، بيصوروهم وبينزلوا الفيديوهات دي على تيك توك وبيقولوا تعالوا مش هتصدق حظك، انت بتعمل ايه؟ نايم مع معزة في ريف باكستان أو أفغانستان؟ تعال هنا، هيبقى عندنا سقف فوق راسنا، هيبقى عندنا أكل، هناكل أكتر من اللي بناكله في بلادنا، وكمان فوق كده بص هنا، بص على كل البنات دي. عشان كده الموضوع بيحصل على نطاق مش ممكن يتخيله حد.